فيك تحكي لنا أكثر كيف صار فينا نحدد الجنس قبل الحمل؟ الأيام الأخيرة دي أو في السنوات الأخيرة بدأ في تطور جامد جدا في الحقن المجاري. من ضمن التطور ده هو الفحص الجيني للأجنة نفسها. من الفحص الجيني للأجنة في تحديد الأمراض الوراثية بدأنا كمان نحدد الجنين ده إذا كان ذكر أو أنثى. وده بتتم نفس خطوات الحقن المجاري اللي هي بنعمل اختيار للحالة نفسها، بنبدأ نديها منشطات، بنسحب البويضات وبنلقحها بالحيوانات المنوية للزوج. بعد التلقيح بنكون أجنة في المعمل من 3 ل5 أيام. بناخد جنين أو بناخد خلية من كل جنين ونبعتها للفحص الوراثي. الفحص الجيني اللي حضرتك ذكرته يا دكتور، سؤال بينفع للكل وشو تكلفته؟ هو الفحص الجيني بينفع لكل الحالات اللي بتعمل حقن مجاري، بس احنا ما بنعملوش لكل الحالات لأن هو تكلفته عالية وما بيزودش نتيجة نسبة النجاح في الحمل قوي. لكن احنا بنعمله في الحالات اللي هي بيبقى عندها مشاكل وراثية قبل كده. يعني لو عيلة فيها مرض وراثي ظاهر زي الداون سندروم أو أمراض الهيموفيليا أو أمراض الدوشن أو أمراض اللي هي ضعف العضلات، دي بنعمل لها التحليل الجيني وبيبقى مفيد جدا في الحالات دي، لأن هنقدر نكسكلود أو نستبعد الأمراض اللي هي فيها جينات اللي هي بتبقى لود على الأسرة وبتعمل لنا مشاكل. وده السؤال يا دكتور اللي حبيت أسأله برضو، هل تحديد جنس للطفل بيبقى جاي رغبة من الآباء والأمهات ولا بيبقى ساعات ليه ضرورة طبية؟ هو طبعا تحديد الجنس زي ما حضرتك قلت كده مهم جدا، وبيبقى للاثنين. يعني هي بتبقى رغبة في بعض الأزواج أكيد. عايزين يعملوا توازن ما بين الأولاد الذكر والأنثى. مظبوط. وفي بعض طبعا العادات، وفي رغبة طبية زي ما قلت لحضرتك، رغبة طبية ان في بعض الامراض اللي هي بنسميها الاكس لينكد كروموسوم ديسيز، اللي هي الامراض اللي هي بتتحمل على الاكس كروموسوم، زي امراض الدم الهيموفيليا والانيميا المنجليه، وزي بعض اللي هي ضمور العضلات، وفي بعض حاجات سندرومات اخرى. فدي بنقدر ان احنا نعمل تحديد النوع عشان ننقل الجنين اللي هو غير حامل لهذا المرض. وده يعني طبعا كانت طفره طبعا كبيره جدا ان احنا نستبعد الامراض الخطيره بالنسبه للاطفال.